صباح الخير، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بقالنا كتير كده ما عملناش قهوه مع بعض. تعالوا نحضر القهوه واقول لكم فيديو النهارده هيكون لما بعمل فيديوهات كتير لهاند ميد بتسالوني بنسقها ازاي بعد كده او بستخدمها ازاي. فانا حابه النهارده ان انا اشارك معاكم انا هعمل التنسيقات بتاعه البيت ازاي يعني، وهعمل الديكورات شكلها ايه وازاي بوظفها في البيت، وهفرجكم طبعا في نفس الوقت بقى انا الديكورات في بيتي للخريف شكلها ايه. تعالوا بقى نحط القهوة دي تشتغل. اول حاجة انا عايزة اوريها لكم، ارجع دول مكانهم. انا على رخام المطبخ مش حابه احط حاجات كتير علشان طبعا ابقى في مكان عارفه استغله وعارفه احط حاجات. يعني بصوا هتلاقوا ان المكان اغلبه فاضي عشان اعرف اسند واحط حاجاتي. فهنا بس انا عملت الكورنر ده هو اللي فيه الديكورات كلها بتاعتي. حاطه صنوبر، حاطه دي احنا اللي عاملينها، ودي حله انا شارياها ومخبيه فيها كيكس، وحاطه كمان دي شكلها حلو قوي 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 وان قوي في الموضوع، وحساها يعني بتقلب الدنيا جدا لو حطيناها في اي مكان لوحدها، يعني بجد شكلها تحفه. فانا بس حطاها من ورا كده عشان تدي لوك معاهم. هنا ده طقم الشاي بتاعي عادي جدا، ما غيرتش فيه اي حاجه، وحاطه بس دي من ماجنتيك بتوع التلاجة، ودول انا كنت صباهم طلعوا صغيرين. بس انا هقولكم كنت صباهم عندي فكره ان هما ممكن يتحطوا كده على حاجات الشاي والقهوه. يعني بصوا، بس البرطمانات دي ما ساعدتنيش في الفكره اللي انا ده بتاع الشاي السايب يعني. فلو حطيناها كده جوه بصوا، حسيت ان هو شويه اي بامبكن شكلها حلو برضو. نقدر نحط دي او نحط الاورنج، هو السايز جاي يعني بيرفكت اوي. وانا حطيتهم بس كده فوق العياشه دي يعني. فحسيت ان الجو كده قولي نقول يعني تخشوا تلاقوا الجو جميل مع الاضاءه الصفراء طبعا المتركبه من فوق دي، فبتدي شويه فايبس حلوه. لو طفت لكم النور هوريكم الشكل احسن. بس بيكون كده ده الشكل. طبعا برضو فلاش الموبايل منور شويه، بس هو الجو بيكون اصفر اكتر وكوزي كده ودافي. وطبعا الناحيه دي الكاتل. فده كده شكل المطبخ. نصب القهوه وافرجكم بقى بقيه الديكورات. تعالوا اوريكم كده الديكور اللي انا عملته في الليفينج. دي قطعه عندي كده في مكتبه، فانا استخدمتها. حطيت الفريم ده واليقطين بقى اللي احنا عملناه، والفرع ده بصوا قد ايه جميل وبينور فيه طبعا شكل الورق. وكمان شغلت الدفاية، ده شغال بس اضاءة مش حرارة دلوقتي. طبعا الدفاية دي من فريش عشان لو حد يسأل عليها. تعالوا اوريكم كده بقى جزء تاني عندي عملته. بس بصوا المنظر كله. فدي حتة يعني فوق التلفزيون عندي، فمش قادرة اقولكم قد ايه بتبقى المنظر جميل واحنا مشغلين. وده البيت بتاع ايكيا. هنا بقى على الكنب عندي حطيت الكوشنز دي كده الخريف. وفي الجنب التاني حطيت بلانكت كده شكلها حلو قوي، كلها برضو يقطين وورق الخريف والكوشن دي. وحطيت هنا الفروع دي كمان علشان يبقى المنظر كده
كامل. وكمان حطيت في الجارز دي اضاءة. هطفي النور كده واوريكم المنظر بيبقى ازاي بالليل بنقعد فيه ازاي. بس بصوا ده كده الشكل. بصوا بقى الجمال. طبعا ده اضاءة من التي في مشغلاه. بس بصوا ده كده كورنر، وده الكورنر التاني اللي انا عاملاه في البيت او في اوضة الليفينج. بصوا تفاصيله جميلة وجميل، ويعني مش قادرة اقولكوا قد ايه حلو، بسم الله ما شاء الله بجد. وما تخيلتش ان هو يطلع كده. كل البامبكنز دي احنا اللي عاملينهم. الفرع ده انا شارياه. الفريم ده فريم ايكيا، بنحط فيه اي صورة احنا حابينها. والبيت ده برضو بتاع ايكيا. والدفاية دي بتاعتي بتاعت الشتا. نيجي لأهم حاجة برضو بحب ان انا ازوقها، ترابيزة السفرة عندي. بحس ان هي من الحاجات اللي بتبقى شكلها فارق قوي في البيت. وكمان لان هي اول ما بندخل من باب الشقة هي اللي في الوش، فبحس ان انا بحب دايما اعمل لها ديكور مختلف في كل المواسم وفي كل الاوقات. ده طرحة كانت عندي حطيتها. بصوا طرحة عادية خالص، بس حسيت ان اللون ماتشنج شوية. وبدأت بقى على طولها كله. بصوا حاطة البامبكنز وورق الشجر والحاجات اللي احنا عملناها كلها. طبعا دي احنا اللي عاملينها، دي عاملينها، دي كل دول انا اللي عاملاهم معاكم. عايزه بقى اقول لكم حاجه، دي انا شارياها فيها كاندل، دي ب250. اوكي شكلها حلو، حجمها حلو، بس في نفس التوقيت دي مثلا نفس الحجم اللي احنا عملناه هاند ميد احنا بايدينا، وبرضو نفس الفكره. انا هنا برضو حاطه فيها شمعة، بس دي شمعة اللي هي بتتحط على فواحة عشان بس تبقى ريحة حلوة يعني. وفي اللي احنا عملناها دي وانا سيحت فيها شمعة اهي، نفس الفكرة. فين دي ودي زي بعض. انا بقولكوا اشتريت واحدة ب250، وانا عملت يعني انا بس حاطة على السفرة 1 2 3 4 5، عاملة 5. الفريم كان سوري القالب كان ب200، هي ليها لوك بس. الفريم ب200، والكيلو الباودر الكونكريت ب60 جنيه، فيعتبر ب260 جنيه. عملت 5 وانا شارية واحدة ب250. فعشان كده بقولكوا الهاند ميد ساعات بيوفر وبيديكوا يعني تقدروا تعملوا بقى الى ما لا نهاية يعني من العدد، طول ما انتم محافظين على القالب انه ما يتكسرش. وحتى فرع اضاءة كده، فلما النور ههديه دلوقتي واوريكم، بس انا حابه اوريكم الشكل كامل الاول. بس ده الشكل. وطبعا لو كاندلز وشغلناهم كلهم هيبقى الشكل تحفه. بصوا بقى شكلهم، مش قادره اقولكم خطير قد ايه. وطول السفره كله انا عامله الشغل اللي انا مظبطاه ده. بجد حلوين قوي، وعايزاكم تجربوا تعملوا هاند ميد وتقولوا لي رايكم. هنا بقى الكوفي كورنر. فانا حطيت فوق كده شويه دي كانت علب يعني حاجات مشروبات وخلصت اصلا، بس انا حسيت الفايبس بتاعتهم حلوه وسبتهم. وده اللي كنت بشرب فيه في مكانه فاضي. طبعا انا برضو عامله هنا اضاءه كده عشان يبقى الشكل كيوت بالليل لما اشغل الاضاءات دي. وحطيت طبعا شويه من الكوبايات دي، حاجات انا كنت قصاها. دي كوبايه قلب عادي يعني. بصوا مش لازم حتى بامبكنز، دول احنا اللي عاملينهم. ودي واحده برضو من اللي احنا عاملينهم. وكان عندي البولات دي. بصوا
فتحسوا الشكل. وطبعا هنا مكنة القهوة الكبيرة. والجزء التاني حطيت بس عليها شوية برضو من ديكور الخريف، علشان يعني بصوا دي الورد كمان المجفف، يعني يكون كله ديكور واحد وشكل واحد. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.